السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم من جديد في قناتي اللي هي قناتكم عالمي المفيد. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس من أجل أن يصلكم كل جديد. حكاية مولات الخبيزة، حكاية مثيرة ومشوقة، متأكدة أنها غتنال الإعجاب ديالكم. كان يا مكان والكون مالكو الرحمن، حتى كان الحبق والسوسان ونصليو على النبي العدنان. يا سادة يا كرام، في هاد المرة حكايتي غريبة مفهومة لكن ماشي صعيبة. زمان كانت كتعيش واحد العائلة فيها غير البنات، 3 الخواتات شقاقات والرابعة ربيبة. كان باهم تيعاملهم معاملة وحدة، ما كاين فرق ما بين البكرة ولا الصغيرة، كل وحدة عنده أميرة. إلا أمهم دايرة فرق كبير ما بين بناتها اللي من كرشها وربيبتها اللي في عقلها ما دخلتها. من كبرات ووعات وهي تقضي وتنضي، ومن تفضي تجلس على الغرزة وتطرز ولا تخيط، ومنين عليها تعيط توجدها قدامها من الخوف ترعد. سرها ديما مقدوف، وباها غير تيشوف عياب الحلوف، وغير تيحنت وهي تمارة طحنت. وعاد كلفتها يوميا تعجن خبزة لكل واحد فيهم، وخبزة الأم تكون وافية شوية عليهم. تعجن وتعاين حتى تخمر، وتجمع العواد وتحمي الفراح وتطرح وتفرق، وتحضي القدرة على الكانون، تحرك وتمرق وتحلب وتمخد اللبن. جهدها تدفن في ديك الدار. وفي واحد النهار مع الزربة والخلعة والتلفة نسات ونبزات من خبزة مرات باها. قالت ليها امي حيت هي اللي رباتها، راه نسيت وبلا ما نشعر حصل هاد الامر، وإلا بغيتي نمشي ندبر على خبزة في قياس خبزتك، ما فيا ما نهز قرصتك ولا حتى ضربتك. قالت ليها والو من خبزتي نخلاق، وحتى حل معاها ملاق، وبدات تعاير وتسب وتضرب اللي لقات في يديها. والبنت مسكينه ما لقات غير رجليها، سبقوا الريح ومرت باها تابعها وتصيح بغيت خبزتي عطيني خبزتي، وتشير حتى خيال البنت غبر وتلفات ما بين السواقي والشجر. وبلا ما تفكر في الامر قررت ما تولي، وبدات لروحها تتسلي غير مخبعه تطل، وفي الليل تيغطيها شعرها الطويل الكحل. حتى الواحد المره قررت تبدل المكان تلقى فيه شي اطمئنان. مشات ومشات حتى عيات، وهي تصادف عزيب واسع وعريض وبنيها غريب. طلت ودخلت ما وجدت حتى واحد فيه، وتعجبات كيفاش حتى واحد ما حاضيه. شربت من عيونه الكتار وكلات من خير الشجار، وحسات بالنعاس دوخها للراس. تكات وتمدات وغمضت عينيها، لكن تلقت ودنيها عارفة راسها فخلة ماشي منزها في رحلة. ويالله بغات تغيب وهي تسمع صوت غريب: يلا حلوا البيبان وفرشوا الزربية للسلطان راه وصل العيان. وبالزربة تنصبوا الخيام، آمر تعمل كل شي عمل له لا يخطي الحكام. والبنت غير شافت ما شافت وهي تلعثم، وبدات تخمم بحال اللي حصلات. السوار عالية والحراس عينيهم طلقت الجوان. خممت مزيان وهي تدخل ما بين الغنم اللي عددها كتير حدا جنب البير، بعدا الماء حداها والله نجاها وحداها. يا سادة يا كرام، السلطان من ارتاح طلب مراية الهند، وبان له منظر من البعد وسط الغنم طرف كحل. وبلا ما يتعجل قال له وزير وشوف اش تم. قال له: ياها مولاي،
هاديك شي حاجة ماشي خيال. ودغيا طاحت له في البال وقال له: يا مولاي، في الحال توجد قصعة تريد بفروج بلدي لديد، يكون مالح ماشي مسوس، يبان حس هاد الكنوس. الانسي لا فيه الجوع ياكل، والجني ما يقرب لطعامنا. في لحظة كل شي بان قدامنا. وهذاك ما كان يا الخوان، كلات وبردات ومن البير شربات، وعرفوه انس ماشي جان. وقال ليهم السلطان: حضروا قدامي اللي كان، غير بالدرافة واللطافة وكسيوة وشي لحافة. وبالخف حضروا البنت وهي ترعد، ماشي من البرد لكن من الخوف، حتى تلاقاو سنانها وتكمشو يديها. قال ليهم: خليوها. ومنين شاف فيها وتمعن، شاف قدامه جمال تيفتن، وعاود فتح عينيه مزيان حتى تيقن. وقال لوزيرو: امرهم يجمعوا باش نرحل. وبدا المستشار وتيشرح له يتهلاو في البنت مزيان. ومنين لبسات زادت تواتات، وصبحت لالة البنات، وفي وسط القبة دوات. وقاع منوات هاد العز العظيم، سبحان المنى الكريم، كرمها بعد الخوف، والملك فيها غير تيشوف. حتى علنوا على عرس سلطان بزين الفتان، رقصت الناس والموسيقى دوات. سعدية ريم يا زينة البنات، وبالزربة تربات على الجو الجديد. وكان كل يوم عندها عيد، حتى لواحد النهار سمعت صوت حزين من بعد تيسعة نسعة وكاملين باب الله. أمرت الوصيفة تدخلها وتغسل ليها، ومن الخيرات تعطيها، حيت عقلات على الشدات وشحال من نهار ماكلات. وقالت ليهم: قربوها ليا وخليوني معاها، بغيت نرتاح حداها. تعجبوا واستغربوا، غير قربت وهي تعقل عليها. قالت: هادي مرا با، ياك ما دايرها سبا. لكن المرا ما عقلات، حيت البنية راها تبدلات. وقالت ليها: واش عرفتيني؟ قالت ليها: فكريني، اللي كنعرفهم راه بزاف. قالت ليها: فين بويا وخواتاتي؟ ردت عليها: هذيك انتي الهربة اللي هربتي، اعطيني خبزتي. بغات تحميها وغوتات، وعلى الشر نوات. وهي تأمر حرسها الخاص يحملوها خارج البلاد، ويسكنوها في دار الجواد ما يخصها تا خير، ويردوها بحال شي طير في القفاص، غير الماكلة والناس. وما زال الطير تيغني: اما لالا هنو ما تهني ما تدني. وعلى كل حال راكم اسيادي ديما في البال، يا سادة يا كرام. السلطان الهمام قال الملكة: تعالي نبدلوا الجو في جنان الخضار باش نمتعوا البصار. قالت له: امرك يا مولاي تنفذ في الحال، الرحلة كتغير الحوال. أمر عامل الموكب يرحل، ومن باب الكبير الجنان يدخل. فوق ما تخيل تحيز في شكال ونواع، وفرحات اللي جاع. واد بقناطر شلال مياه تقاطر، عشاق النظر. وحتى الدالية من الدخلة بحال الحرس من الجناب. وقت العنب طاب، وسبحان الله العنقود كحل وعنقو بيض، منظر يفتن مالوش نظير في جنان الخير. وحتى خلات بيناتهم الجلسة، ومن بعيد حاضياهم العسة، وهما يتنبهوا لجوج قطيبات صغار، قاع ما تنبهوا ليهم النضار. كلها وحايز في جهة. وسمعت قطيب تيقول: اعطيني خبزتي، والاخر تيرد عليه: ما عنديش. وهي تبقى تصيك وتضحك، والملك ما فهم والو، حيت ما سمع والو. وجه سؤالو ليها: ايوا ضحكينا معاك، راحنا زعما حداك. قالت له: يا مولاي، لا ما كاينه تا حاجه، غير ضحكت وكان. قال لها: ما كاينش شي ضحكه بلا سبه.
ودارها وبغوات وشعل نارها، ومنين بغات تداويها عماتها، ومن خرجات كلمتها لقات التريوت فاتها. قالتلو يا مولاي، اللي ضحكني هو داك المنظر تاع العنب الكحل اللي عنقو بيض. صفعها بالجهد وفهمها غلط، وما كفاها لا حلوف لا تعياط. قال لها عينيك في عبدي، انا غنطير له راسو بيدي، وانتي خرجتي خطيه، وحكامك غادي يكون قاسي، والغدرك انا ما ناسي حتى نموت. وهي يا الخوت لهلا ينزل علينا باطل، راس العبد بسيفو طار، وهاد السر بقى غير في وسط الدار. مرت السلطان في كل ليلة تتحمل الراس المقطوع وتطوف بيه بالحفا والجوع. مسكينة أشهد العذاب بالحق، كل شي مقدر ومكتاب، وانا مازال معاكم يا الحباب، يا سادة يا كرام. في شي يوم من الايام حكيمة نسا نجمة بغات تبيع عقد الجوهر، وقصدت دلالة معروفة. قالوا ليها هاد الايام السوق والحركة عيانة، وسلعتك مزيانة، لكن الغالب الله يمكن تبيعيه لمرت السلطان، بعدا عندها الدنيا هانية وصافي لها الحال، غير سيري راه تتسخى بالمال. الحكيمة شاوروا عليها المشاورية، قالت لهم غادي نسلم هاد الهدية للالة البنات. الملكة بحال الا ما كاين والو رحبت واستقبلات، وفي وجهها ضحكات. تعاودوا الخبارات، ولقات الحكيمة ما جايبة خبار، وبدات الهضرة على ما حكاتو الدلالة الحكيمة الفهيمة. وردت عليها الملكة، أنا خاطري هاني غير سايني حتى يطيح الظلام، وتفرجي على غريبي ومحيني غير سايني. وفعلا فركينة تخبعات، شافت وتبهضات، حتى عيونها دمعات، بعينيها ما صدقات، وحيت كملات المرا جفلات، رشاتها بميها حتى لعقلها رجعات. وقالت ليها ايوا كيف جاك عذابي؟ ردت عليها غادي تفاجئي بسبابي، والعبد كان غير سباب، والله يفتح باب الخير والتيسير. ودابا سمعيني مزيان وشميها في هاد المكان، غدا منين يبغيو يحملوا ليك الراس رفضي وقولي لا، وصوتك يتعلى عليهم حتى يجي اللي تيأمر عليهم. ومنين يسولك قولي ليه ماشي انت قحطان بنو زهران. وداكشي اللي كان، حتى قال لها واش كاين شي سلطان شهر مني؟ ردت عليه سول حكيم الشجعان، وغير جاوبوا بيه جمع العدة والعتاد، ولا غد ليه خوى البلاد. بعد أيام وصل البلاد المقصود، وشوفوا الله المعبود تيمهد السباب، والبنت بعدا في هاد المدة تهنات من العذاب. استقبلوا قحطان، وبعد الراحة حكالو مزيان كل شي بالفاصيل. جاوبوا اللي بالي غير الشك عمى عينيك، وكنت ريتي الله كان غيهديك. دابا راه خيط المحبة تقطع، وبقات عيني الملك تتدمع. قال له يا سلطان لا تبكي، وعندي ليك الحل، تاخدو من عندي عاد ترحل. هادو 3 القرقاعات مبخرين بهوال البنات، وغير توصل اعطيها تهرس، الاولى في نص النهار، والثانيه في نص الليل، والثالثه مع الفجر. وغير صبر غادي ينبت ربيع المحبه، وهادي راه غير سبه. السلطان بعد مده وصل، تقرب ورغب، وما جا فين يكمل تهراس القرقاع حتى الملكة سمعت حركة بصداع. عفريت ظهر في المكان وقال لها أنا مأمور ناخدك في الحال للملك قحطان. وبلا ما تفكر وتحمست للأمر
وفرمشت العين وقفت قدامه وهو ينظر، وقال: تعطي ربي الفول اللي ما عنده سنان، كيفاش يفرط في هاد الزين الفتان؟ ومنين سولها على صداقها قالت له: صداقي تجيب الباقي من خواتاتي، ولا كان عايش با وحتى مرات با. وأمر عامل العفريت وجاب المطلوب، والسلطان حقق المرغوب، والسلطان القديم مات بالكروب. وانتوما يا ساداتي على الله تكونوا متعتوا القلوب، والصابر فينا هو المحبوب، وبنادم راه حجر وطوب. وهكذا حجايتي مشات مع الواد، وما يفهموها غير الجواد.